أريج، انت عارفة اننا في اسبوع الكوتشنج. ازاي اي مدرب ممكن يستغل الحدث ده صح؟ قولي لنا كده كام تبس. تمام. في الاول بس خليني اقول لك ان اسبوع الكوتشنج ده الطلب بيزيد فيه على الجلسات بشكل كبير جدا. طب ليه؟ لان العالم كله بيبدا يسمع عن الكوتشنج في الفتره دي، وناس كتير بتاخد اول خطوه وبتدور على حد يساعدهم. بس الكوتش اللي بياخد فرصه فعلا هو اللي بيظهر وبيشارك محتوى وبيحكي كمان قصص وبيشرح تجربته. فازاي بقى نستغل اسبوع الكوتشنج ده صح؟ اقول لك على 3 خطوات بسيطه وسهله. رقم 1، اظهر في ريلز قصيره ومؤثره. اتكلم عن موضوعات الناس بتدور عليها دايما، زي القلق، الفقد، قرارات مصيريه، كمان العلاقات. رقم 2، شارك في فعاليات ليها علاقه بالحدث ده، لان ده هيساعدك انك يتعمل لك ماركتنج على ارض الواقع، وكمان هيخلي عندك مصداقيه عند جمهورك على السوشيال ميديا لما يشوفك فعلا موجود في حدث مهم زي ده. 3، اعرض جلساتك بشكل واضح ومغري في الوقت ده، وعرف الناس اكتر بخبراتك وقدراتك، وعرفهم هم ليه اصلا محتاجين الكوتشز بشكل عام. وما تنساش تعمل لنا فولو عشان تعرف اكتر عن التسويق للمدربين وازاي تصنع محتوى يخلي صوتك يوصل للناس الصح في الوقت الصح.